صلوا على محمد وآل محمد. يلا إن شاء الله نبلش. افتحوا لي الملزمة. عندنا رقم 4. يلا عندنا طور الفائزي. شنو هو مفتاح طور الفائزي؟ قلنا المفتاح شنو أهميته؟ المفتاح الأساسي الفائز نقول النوع يا زهر. لا، المفتاح شنو أهميته؟ شنو أهمية المفتاح؟ قصيدة بداية القصيدة. احنا مو قصائد هسه، احنا بالنعي. أهمية، إذا أقول لك شنو أهمية المفتاح قولي أهمية المفتاح هو اللي يذكرنا بالطور. هذا الجواب. شنو أهمية المفتاح؟ كتبيها. أهمية المفتاح اكتبوها. تدرين وين بعد؟ هي الملزمة بعد مالتكم، اكتبوها تحت الأصفر بالملزمة، كتبوها. أي تحت الأصفر بالملزمة كتبوها. أهمية المفتاح هو يذكرني بالطور. إذا أحفظ المفتاح هو يذكرني بالطور. لذلك احنا اكو بعض الطالبات يسألون علوية شلون الطور ما يروح مني، شلون اني اتذكر، اني اقعد بالمجالس من اقرا الطور يروح مني، انسى ما احفظ. اذا الحفظ بمن؟ الحفظ بالمفتاح. اذا حفظت المفتاح يجي الطور. اذا اتذكر مثلا فلان اسمه مثلا علي، بس اقول علي مثلا من اقربائي، بس اقول علي خلاص تذكرت وجهه. مو ان شاء الله. اي فمن تقولين فلان تتذكرين حضوره، تتذكرين وجهه، تتذكرين خلاص. فحفظ المفتاح هو يدليني على الطور او يستحضر الطور. هذه معلومه كلش مهمه. كل ما نقلب صفحه، كل ما نوصل الطور، اكتبي لي جو الاصفر اللي هو جو المفتاح. شنو أهمية المفتاح؟ تكتبين هو اللي ذكرني بالطور. صلوا على محمد وآل محمد.